بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. واحده كلمت صاحبتها وهي منهاره وبتقول لها خطيبي بيخون. قالت لها طب اهدي بس وقولي لي عرفت منين، مش يمكن انت ظلماه؟ قالت لها لا انا كنت شاكه فيه من الاول. المهم اشتريت خط جديد وخليته بيكلمني على الواتس، وقمت بعت له رساله من الخط الجديد وقلت له انا حبيبتك رد عليا في خلال 5 دقايق وقول لي انا مين. ما بعتش حاجه طبعا لانه خاين ومحتار يرد يقول اسم اي واحده من اللي بيكلمها. بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. كان في فار كداب جدا شاف جثه اسد مقتول في الغابه، فضل يجر فيها لحد لما وصل بيها لنص الغابه، قعد شويه عشان يرتاح وبعدين يكمل الطريق الباقي. بص لقى الحمار الوحشي جه، وبعديه القرد جه، وبعديه الغزاله جه، لحد ما لقى الحيوانات كلها اتلمت حواليه وكله بدا يهتف ويقول عاش الفار عاش الفار. فالفار فرح جدا وراح قايم وخبط الاسد برجله وقال لهم انا لما بتعصب ما عنديش ياما ارحميني. بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. واحد بيحكي وبيقول رايح اعيد على خطيبتي فبسال ابوها هي فين، قال لي تحت بتلعب مع العيال في الشارع. فقلت له ايه ده يا حاج، مش هي كبرت على الكلام ده؟ فببص عليها من البلكونه لقيتها فعلا بتلعب مع العيال في الشارع، وكل واحد فيهم ماسك مسدس خرز وبيلعبوا عسكر وحراميه. فقلت لابوها ينفع كده يا عمي؟ المفروض بنتك كبرت على الحاجات دي وانت راجل كبير وعاقل يعني. لسه الراجل بيتكلم لقيتها طالعه على السلم جري ودخلت عليه بتقول له ايه يا بابا انت رحت فين؟ سايبني لوحدي تحت والعيال عماله تضرب فيا لحد اما هروا فيها خرز وهربوا. وهنا عرفت ان العيله كلها مجانين. بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. واحدة بتحكي وبتقول في مرة ماسكة تليفون حماتها وبتقلب فيه، فقالت اشوف حماتي مسجلاني ايه، فلقت حماتها مسجلاها مرات الغالي. البنت فرحت جدا وقالت ربنا يخليكي ليا يا حماتي، وقالت في نفسها ده حماتي دي طيبة قوي. وبالصدفة وهي ماسكة الموبايل لقت جوزها بيرن، وهنا كانت الصدمة بقى، وحماتها مسجلاه على الموبايل جوز الضفدعة. تفتكروا حماتها دي طيبة ولا مش طيبة؟ بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. واحد بيحكي وبيقول كنت ماشي في الشارع لقيت واحد لابس بدله فخمه قوي شكله بيدلع نفسه كل شويه، رحت سلمت عليه وقلت له ايه ده يا عم الحاج، ايه الفخامه دي؟ قال الفخامه مش بس في اللبس، دي في الحياه كلها. قلت له ايوه يا عم ايوه، يعني لو واحد ضيع منك محفظتك هتفضل تبص عليها وتقول حبيبتي يا محفظتي الغاليه ولا هتعمل ايه؟ قال لي لا لو ضاعت هقول لها وداع واجيب غيرها على طول. قلت في سري ايه الراجل ده، مفيش كده والله انت خلصت من زماننا يا عم الحاج. بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. واحدة بتقول لصاحبتها جوزي مش بقى طبيعي خالص، كل شوية قاعد يبص لي بطريقة غريبة وحسيت انه مخبي عليا حاجة. صاحبتها قالت لها طب اسأليه يمكن هو مش مخبي عليكي حاجة، يمكن هو مش حاسس بحاجة اصلا. بعد شوية قالت له سألته انت مخبي عليا حاجة يا محمود؟ قال لها بصي من الاخر كده انا جايب لك هدية بس لسه في الطريق. قالت له يعني بتخبي عليا اهو، يعني انا مش غلطانة؟ قال لي لا هدية دي يعني مراتي التانية اسمها هدية، بس مش هخبي عنك حاجة تانية يا حبيبتي عشان تبقي تشك فيا حلو، اتأكدي بقى وتهدي. بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. واحد بيقول رحت لصاحبي في البيت، دخلت لقيته قاعد على الكنبه وشايفه ضايع خالص. قلت له ايه يا عم في حاجه ولا ايه؟ قال لي لا والله انا جعان بس مش عارف اكل ايه. قلت له طيب ايه رايك في اكله غريبه؟ قال لي غريبه يعني ايه؟ قلت له يعني اكله تخليني اقول لك دي احلى اكله اكلتها في حياتي. قال لي مش للدرجه دي يا عم بس لو على حسابك ماشي. صاحبي طلع واطي واطي يعني بدون كلام. بص يا عم هقول لك على حاجه، ده اقوى تحدي في الادوميكس. لو قدرت تعمل لايك بصباع ايدك الصغير تبقى انت شخص مش عادي، واكتب اي حاجه تخطر على بالك دلوقتي وانا هرد عليك في ثواني، وجرب وشوف. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع.
واحد بيقول لقيت ورقه مكتوب عليها ما تفتحهاش خليها سر. صاحبي فتح الورقه وقلت له ايوه الورقه فيها ايه؟ لا مكتوب فيها لما تفتحها هتلاقي مفاجاه. قلت له طيب فين المفاجاه يعني؟ قال لي مكتوب فيها مبروك جالك مليون مليم بعمله الفراعنه. قلت له يا فرج الله ده كنز. ومن ساعتها واحده في مستشفى المجانين وانا بكلمكم من هناك دلوقتي.